الشيمي أرجل أجدع سوري شافته عيني. صار موقف. شنو هو الموقف؟ كنت كثير 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 متحمسة إنه شامي جاي على تونس، ودخلوا لي الفانز متاعه وقالوا لي نورس شامي جاي وراح تلتقي فيه وهيك، والفانز متاعي، وقلت ايه راح روح وراح شوف وهيك. كان بالحق من أرجل الأشخاص اللي شفتهم في حياتي، متربي متخلق جميل وجميل جدا وسيم وأنيق وجميل جدا جدا أكثر من اللي تتخيلوا. الكواليس والتحذيرات. فمشيت أنا الحقيقة كانت معاملته very nice، أمن لي الدخلة متاعي لأنه كان صف كثير طويل المهرجان. أمن لي دخلتي، أمن لي الطريق مشان أنا أدخل. اتصل على مولا المهرجان، صاحب المهرجان، لأنه ولا واحد يقدر يفوت بسيارته إلا سيارة اللي جاي فيها شامي. ففتت بسيارتي، كانت معي أختي، فتت سلمت عليه، سلمت على المانجر متاعه، كانت المعاملة أحسن من لطيفة، محلينا عم بوزين. أختي مراني أنا جاني واحد قال لي أسمعني أنت راك ما عندكش باج، ما عندكش الحق تقعد هنا. قلت له سامحني. ويجيه الشامي ويجيه عبود يح من أروع كأنه فيلم والله العظيم فيلم، أقسم بالله العظيم فيلم. جاي قال له ما بسمح لك أبدا تحكي معها هيك أبدا، قال له خاصة وفايته المسرح معي، يعني مشاني. قال له ما بسمح لك أبدا تحكي معها هيك، وخاصة بوجود. قال له شو فيها البنت يعني عم تتفرجوا، أين فوتها يعني هي جاية مشاني. فقال يحكي معي الشاب هذا التونسي، وشامي قال له ما تحكي معها، أحكي معي أنا عم خاف. بالحق عندكم نيالكم في تربية وأخلاق وكاريزما وشهامة كيما الكاريزما تبع الشامي.